حياة واحد زي أو زيك معتمدة بشكل أساسي على الفيديو إيديتنج، وأنت كشخص شغلك مبني بشكل أساسي على مستواك في المونتاج، فأنت مضطر إنك تطور من نفسك يوم بعد يوم. وبما إنك دخلت على الفيديو ده فأنت أكيد مهتم وأكيد سمعت عن حاجة اسمها جراديانت، وأنا متأكد إن أنت بتشتغل بيه أصلا في أغلب وقتك. فخليني اشرح لك باختصار يعني ايه جراديانت. الجراديانت دوت باختصار عباره عن تدرج لوني، بحيث ان انت تختار لون او اكتر وتجيب التدريج اللي ما بينهم ولكل لون حسب الترتيب بتاعه، وتطلع في الاخر شكل من الاشكال المتعارف عليها عشان تعمل جراديانت بشكل صحيح ومتناسق. بس انا جيت في الفيديو دوت بالذات عشان اشرح لك ازاي تعمل جراديانت على الستروك بشكل صحيح بطريقه محدش قالك عليها قبل كده. الحركه ديت هشرحها لك بطريقتين، الطريقه السهله وهي هتبقى اصلا عباره عن بريسيت، والطريقه التانية اللي هي هشرح لك فيها هي ازاي اتعملت اصلا. الطريقه الاولى هي انا هسيب لك اللينك بتاع الصفحه ديت في الديسكريبشن. انت بس اللي عليك انت تحمل السكريبت، هتخش عليه وهتلاقي سناك باس، خش عليها هتاخد انت اخر واحده اللي هي بصيغه BIN. طبعا انت هتاخدها هتطلعها بره وهتطلع لك بالشكل دوت، هتعمل لها كوبي. بعد كده انت هتروح على السي، خش على بروجرام فايلز، بعد كده ادوبي، خش على ادوبي افتر افكت سبورت فايلز. بعد كده هنخش على السكريبت ونخش على السكريبت UI بانل. طبعا هتنسخها انت هنا، طبعا عشان بس انا نسختها قبل كده فمش هنسخها تاني. بعد كده هنخش بقى على البرنامج ونشوف هتشتغل ازاي. طبعا مبدئيا طالما انت نقلت السكريبت دوت في البرنامج لازم تكون الاول قافل البرنامج. طبعا هو ظهر عندي بالشكل دوت اهو، وعشان تعرف تجيبه ازاي هتخش هنا على الويندو وتنزل تحت بقى شويه، تنزل 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 وهتلاقي عندك اهو سناك باس، تشغله ويظهر عندك بقى في المكان اللي انت اصلا متعود توديه فيه. طيب باختصار هو بيشتغل ازاي؟ انت بالظبط تجيب البين تول، تعمل لاين كده صغير وتجيب على الكونتنت، تفتح الشيب، بعد كده تشيل الفيل. دي اول خطوه. بعد كده انت هتعلم بقى ايه على الستروك، وعلى طول تختار الشكل اللي انت عايزه وبالظبط هيطلع معاك بالشكل ده. المميز فيه اللي انت ممكن تحركه زي ما انت عايز من غير ما اللون بتاعه يتغير. ولو انت بقى عايز تشيله عندك اهوت ده، لو انت عايز تشيله تضيف طبعا شكل تاني، انت عندك كذا شكل اهو. ولو انت عايز تخفي التدريجه اللي هي بالمنظر ده هتدوس بالظبط هنا، بالظبط بقى زي الجريدينت العادي. لو انت عايز ترجعها تاني اللي هو بيبقى فيه فاصل ما بين كل لون تدوس هنا تاني. طيب انت دلوقتي عايز تعمل كوستمايز، عايز تغير الاشكال، فانت هتيجي هنا عند افكت كنترول، هتنزل عند الكولوراما تختار الاوتبوت سايكل، هتظهر لك هنا الالوان كلها، كل لون موجود ظاهر هنا اصلا. والكويس ان هو محطوط لك بريسيت، يعني انت عايز مثلا نختار رامب جرين فهيتعمل لك بالمنظر ده، عايز مثلا ريد عندك الهيو سايكل اللي هي الالوان كلها، مثلا نختار عندك الجولدن 1 والجولدن 2. طيب دي الطريقه الاولى السهله لو انت عايز تعدل في اي لون. اهم حاجه لما انت تيجي تعملها، يعني البريسيت دوت او السكريبت دوت معمول بس للستروك بس يا جماعه، محدش يعمل الفيل عشان بيعمل كراش. طيب بالنسبه للطريقه التانية ازاي اعملها بقى من الصفر بالظبط، بقى انت هتجيب البين تول، هتعمل خط عادي جدا، بعد كده هتنزل تحت تخش على الكونتنت، تخش على الشيب وهتشيل الفيل. دي اول حاجه. بعد كده هتخش على الستروك الاولانيه، هتيجي عند اللاين كاب تعمل لها راوند، وتيجي عند اللاين جوين برضو تعمل لها راوند. في اللحظه دي هتيجي عند الستروك وتعمل لها دوبليكيت كنترول دي. تمام. هترجع للاول تاني، ترجع للستروك الاولانيه، تنزل عند التيبر وتخلي الاند لينس ل 100. بعد كده هتنزل عند الستروك التانيه وتغير لونها. طبعا دي اول طريقه لازم تعملها قبل ما نبدا بقى في الخطوه اللي بعدها. طبعا الخطوه اللي بعدها هنبدا نضيف الفاست بوكس بلور، وهنخلي البلور راديوس على 30. بعد كده احنا هنضيف الCC كومبوزيت اهوت، هنخلي بالظبط الترانسفير مود بدل ما يبقى انفرون هنخليه ستنسل الفا. بما انك وصلت للمرحله دي فانت هتواجهك مشكله، لما انت تفعل الترانسبيرنسي هتلاقي اللون الابيض مختفي. فعلشان نحل الموضوع دوت هنضيف ليفلز، هنخلي الشانل بتاعته بدل ما تبقى RGB تبقى الالفا. هنيجي عند الالفا انبوت وايت، هنخلي اللون الابيض ظاهر اكتر بحيث ان احنا نقلله كده زي الفل اهو ظهر. اخر خطوه بقى انت بقى عايز تعمل ايه؟ عايز تلون الستروك، فانت هتضيف كولوراما، وانت خلاص كده انت كده بالظبط زي ما يكون عملتها بالسكريبت اللي فات. عايز تغير اي لون زي ما شرحت في الاول، هتقول لي دلوقتي يا حسام انا دلوقتي عايز اغيرها واشيل تدريج اللون، نخليه كده مثلا. فانت ببساطه انت عشان تشيل التدريج تشيل دوت اللي هو اسمه انتربوليت باليت، لما تيجي تفعله هيعمل لك التدريج بتاع الجراديانت، هتشيله هتلاقي عمل لك التدريج كل لون وحده. طبعا اكيد الطريقه مش سهله ومحتاجه انك تتعود عليها وتفهم الطريقه اصلا من اولها لاخرها. انا حبيت بس اشرح الطريقه ديت عشان هي بجد هي مهمه وبتنفع في حاجات كتيره قوي. يعني انت دلوقتي لما تيجي تغير مكانها، عايز مثلا تيجي هنا تكمل عليها وتسيبها كده، شايف كملت معاك ازاي؟ طبعا نحط مثلا التدريجه بتاعت الجراديانت هتطلع زي ما هي كده، نغير مثلا الشكل نخليه اولد جلوري بالمنظر ده. عايز تضيف بقى ايه افكت تعمل اد تيرن باس
تخلي مثلا تعمل كي فريم هنا، خليها على الصفر، ثانيتين خليها على الاخر. فانت لما تيجي دلوقتي تيجي تشتغل هتطلع معاك يعني بالمنظر ده. طبعا اتمنى تكونوا استفدتوا، متنسوش اللايك عشان بيدعمني، والله اشوفكم الحلقه الجايه.